السلام عليكم خياتي. اليوم جبت لكم وصفة هايلة ورمضانية بامتياز، ان شاء الله تنال اعجابكم البنات. جبت لكم واحد البريوش بطريقة سهلة ومبسطة غير بالمغروف، وانتي وجدتيه في وقفة. يصلح ترافقيه مع شوربة فريختي، ولا ترافقيه مع لا سوب ولا حريرة، يجي هايل ما يتشبعش. البنات قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي جيم الفيديو فضلا وليس امرا، واللي ما مشتركش في القناه يشترك لكي يصلكم كل جديد. المهم خياتي نبداو معاكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هيا نبداو في الوصفه ديريكت. هنا البنات نجيبو باسينه ونديرو فيها كاس حليب يكون دافي، نزيدو مغرف تاع خميره تاع الخبز ومغرف تاع سكر البنات. هكا نخلطوا المكونات هادو مع بعضهم غير بالملعقه كما قلت لكم البنات، ونضيفوا الملح. انا هنايا درت عيني ميزاني، من البنات نتوما ديروا مغرف صغيره تاع الملح، ونضيفوا هنا ربع كاس تاع الزيت. نعاودوا نخلطوا غير بالملعقه كما قلت لكم، ساهل وخفيف. ونضيفوا هنايا الكاس الاول تاع الفرينه البنات، ونخلطوا المكونات مع بعضهم، خلطهم كما هكا. ونضيفوا هنا الكاس الثاني خياتي، وبنفس الطريقه نقعدوا نخلطوا غير بالمغرف. ما تدخليش يدك كاع البنات، يجي واحد البريوش ما شاء الله. نتمنى تسيو الوصفه وتعتمدوها. وهنا البنات الكاس الثالث. مي البنات شوفوا الفرينه هي كيما نقولوها كاين انواع، نتوما ديروا 2 كيسان، والثالث ضيفوه تدريجيا. قادره تديكم كيما انا 3 كيسان فقط، وقادره تزيدوا شويه. سما كل فرينه وكيفه خياتي. ديروا 2 كيسان الاولى والثالث ديروا بالعقل. هنا البنات هذا هو القوام اللي نسحقوه حنا كيما هكا، وقعدوا خلطوا كيما هكا بالملعقه. كيما قلت لكم هذا هو القوام اللي نسحقوه. نجيبوا مغرف هنايا تاع زبده تكون صغيره، ونحاولوا ندخلوها بالملعقه في الخليط حتى تنسجم مليح. هكا حبيباتي. ما حبيتش نسرع لكم الفيديو البنات، باش اللي كيما نقولوها اللي جامي دارت ولا المبتدئات يدوا الوصفه على اصولها كيما نقولوا. هنايا البنات راني نوري لكم بعد ما دخلت لي الزبده هذه كاع مع الخليط، نجيبوا هكا مغرف زيت زعما نشمخوا بها يدينا فقط، ونعاودوا كيما نقولوها نحاولوا نسقموا العجينه تاعنا فقط، نلموها هكا وحدها تولي ملساء. هذا مكان البنات، ونغطوها ما دلكوها ما والوش، غير نلموها فقط. هذاك الزيت يعاونكم باش ما زيش تلصق في يديكم برك. ونغطوها البنات ونخليوها تخمر. وهنايا بعد ما تخمر البنات نعاودو نوريو. هنايا كيما خمرت البنات، ويضاعف الحجم تاعها كيما هكا، ولا حبيتيها اكثر معليش. هكا هنا البنات نجيبو ورق الزبده، ولا تحبي ديري ديريكت على السني اداني فقط. هنا البنات نشكلوهم الحجم اللي بغيتي خياتي. انا كانت دارت لي 6 بريوشات، الحجم متوسط. ديروهم كيما هكا الليبول. نحاولوا نسقموهم هكا بيدينا. البنات نعاود نفكركم حبيباتي، ما تنساوليش هذاك الجام. ربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تتمنوا. واللي ما هيش مشتركه في القناه فضلا وليس امرا ديري لنا ولا فعلي زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. وشكرا.
هنا البنات كيما قلت لكم انا جاوني 6 بريوشات. حاولوا هكا عدلوهم البنات بيديكم، وهي العجينه بالعقل كيما نقولوها بالعقل عليها. عاونوا يديكم بشويه زيت خاطرها جايه طريه. وكيما راكم على بالكم هادو المعجنات ولا المخبوزات نديروهم لاباط باش يجيكم شابين وخفاف، لازم لاباط تكون طريه. المهم هنا البنات بعد انا ما قسمتهم ل6 قطع وليت نعدل فيهم هكا نصبطوهم كيما راكم تشوفوا خياتي باش نشكلهم الشكل اللي شفتوه معايا في الاول. حبيبتي واللي تكون تحب البابا هذيك فيه بزاف ما كيما نقولوها ما تصبطوش بزاف هكا. نجيبوا حاجه هكا دائريه، كأس ولا مول ولا اي حاجه ولا طابع، تحطوه في الوسط ختيتو وتقسمي كيما هكا وتشكلي كيما راح تشوفيني نشكل. ان شاء الله تكون طريقة واضحة ومفهومة خياتي، ونتمنى تجربوا الوصفة والله ما راح تندموا، تجي هايلة كيما قلت لكم. وتقدروا ترافقوها مع شوربة فريك ولا حريرة ولا لاصوب. الواحد ينوع في رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذه هي تشكلوا هكا خياتي، تلموا هكا مع بعضهم كيما راهو موضح في الصورة. قلت لكم وبالعقل على العجينه خاطره راهي طريه، لازم تكون بهذا القوام حبيباتي باش من بعد البريوش كي يطيب يجيكم خفيف ما يتشبعش البنات. واللي ما تنجمش كيما نقولوها الاخر تعاون روحها بالزيت مي ما تكتريش، برك ديري زيت في الاصابع هكا باش تقدري تشكلي الشكل. المهم هنايا خياتي بعد ما شكلتهم انا كامل على هذا، درتهم كامل بهذا الشكل جا كيوت وشباب. يعني جبت بيضة كاملة صراحة، تحبي ديري غير صفار ديري غير صفار، تحبي تدهنيهم بالحليب فقط كيف كيف. دهنتهم انا هنايا كامل كما راكم تشوفوا، دهنوهم مليح البنات هكا باش من بعد كي يحمروا كامل كيف كيف الجهات. وهنايا انا مهم دهنتهم كامل كما قلت لكم خياتي. ومن بعد نبدا نشكل فيهم ونزين فيهم بالسانوج والجزلان وتي كيما حبيتي، تحبي ديري الاعشاب كيما حبة حلاوة زريعة البسباس كيما حبيتي خياتي. انا هنا كان عندي متوفر السانوج والجزلان، حبيت نديكوريهم كيما هكا. وانتي لك الاختيار وعلى بالي بكي باللي تبدعي، انا عطيتك الفكرة والطريقة وانتي ابدعي من عندك. كما راكم تشوفوا فيا دوك نزينهم كامل كما هكا، ومن بعد البنات نخليوهم يزيدوا يخمروا شويه وندخلوهم الفرن يكون مسخن من قبل 180 درجه، يطيبوا من تحت وعاود يشعلي لهم من فوق. وهنا البنات بعد ما طابوا لي وخرجتهم شوفوا ما شاء الله كيفاه يجي هب القطني ما شاء الله. المهم البنات ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تطبقوها وتردوا لي في التعليقات باذن الله.
ما تنساوش خطكم بالجام، ربي يحفظكم باش يشوفوا عدد كبير من المشاهدين ويطلع لي الفيديو ان شاء الله. ونتمنى ديروا لي اشتراك في القناة فضلا وليس امرا. نخليكم مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.